ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ وايه اللي الدين اللي احنا وصلنا لها دي علشان نخلص على لاعب ندمره بمرض؟ تعال اقول لك ايه اللي حصل النهارده. الكابتن مؤمن زكريا كلنا عارفين ان هو تعبان، بس مش عنده مرض ولا حاجه. ده الكابتن مؤمن زكريا مسحور. هتقول لي ازاي يا عم سمير؟ هقول لك النهارده التربي وهو بيدور في الترب لقى عمل، وفتح العمل لقى في صوره الكابتن مؤمن زكريا. اتصل على طول بالكابتن مؤمن زكريا وقال له تعالى اتفرج انا لقيت ايه. راح الكابتن مؤمن زكريا زي ما انت شايف قدامك كده، بص على العمل لقى فيه صورته هو ومراته ومكتوب فيه مرض. يعني انت عامل الكابتن مؤمن زكريا سحر علشان تخلص عليه، خلصت على عز ما يملك وهي صحته، وكمان ضريته في اكل عيشه وهي كرة القدم. يعني انت دمرت الكابتن مؤمن زكريا. دمرته ليه بقى؟ هو عمل فيك ايه عشان تعمل فيه ده كله؟ ليه طيب؟ مؤمن زكريا من افضل اللعيبه في الدوري المصري، عمل فيك ايه عشان تدمره بالشكل ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيعمل سحر لبني ادم علشان يأذيه. انت كده بتخرج عن دينك. احنا خلاص ما عادش عندنا دين، بقينا بنتجه للسحر والحوارات دي كلها علشان ناخد حقنا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيتجه للحوارات دي يا جدعان. بس كده. يلا سلام.